ده حضرات هذا الرجل ده هو الرئيس الموريتاني المختار ولد دادا. الراجل ده حصل على شهادة من المحاماة من فرنسا وفتح مكتب للمحاماة في السنغال. كانت موريتانيا في الوقت ده بلده تحت الحكم الفرنسي، وكانت بتدار من مدينة من السنغال. بعد النتائج اللي حققها حزب التجمع الموريتاني في الانتخابات المحلية بتاعتهم، عين الراجل ده نائب لرئيس حكومة موريتانيا بصفتها إقليم خاضع للاستعمار الفرنسي. وبعد كده اتنقلت ليه الرئاسة الفعلية لموريتانيا. ده كان في سنة 58. ده بعد ما استقلت موريتانيا عن فرنسا، يعني تقريبا الراجل ده بقى أول رئيس أو مؤسس الجمهورية الموريتانية. وانتخب رئيس أو عين رئيس في 20 أغسطس 1961، انتخب رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية اللي نالت استقلالها من فرنسا سنة 1960. أعيد انتخاب الراجل ده 3 مرات، سنة 66 71 76. لكن العسكر كالعادة في العالم الإسلامي في 10 يوليو 78 جم وأطاحوا بيه على دبابة زي عبد الفتاح بالظبط. في 14 أكتوبر 2003 اتوفى الراجل ده مختار ولد دادا لأنه كان بيقيم في باريس، وأعيد جثمانه إلى وطنه. ده مختار ولد دادا. أنا أحكي لكم قصة عن الراجل ده غريبة جدا. الراجل ده قصته بسيطة جدا. الراجل ببساطة شديدة في يوم من الأيام سنة 1973 كان الرئيس الزئيري، وقتها كانت دولة اسمها زئير، الرئيس الزئيري كان اسمه موبوتو سيسي سيكو. الراجل ده كان فاسد كبير جدا، وكان بيلبس حاجات من فرنسا وبيوت أزياء. لما زار الراجل موبوتو ده زار موريتانيا، قعد فيها 3 أيام. اكتشف ان الرئيس مختار ولد دادا ما غيرش بدلته 3 أيام، فعرف ان الراجل فقير جدا، فقرر يعمل حاجة كده لطيفة عشان يحل مشكلة الراجل ده. جاب سكرتير مختار ولد دادا واداله شيك ب5 مليون دولار، ومع الشيك ده اداله عناوين بيوت الازياء في فرنسا اللي هم يعني كانوا اشهر بيوت ازياء، وقال للسكرتير بتاع مختار ادي الحاجات دي لسيادة الرئيس. الرئيس مختار ولد دادا وصلوا 5 مليون دولار، ووصلوا عناوين وارقام تليفونات بيوت الازياء في فرنسا. لكنه خد الشيك ده ب5 مليون دولار وراح عمل بيه معهد أو مدرسة لتعليم المعلمين عشان يعلموا الشعب. الكلام ده كان سنة 73. وراحت أيام ورجعت أيام، والرئيس موبوتو كان بيزور المغرب. فقرر الرئيس مختار ولد دادا أنه يدعو الرئيس الزئيري عشان يزور بلده، ولو حتى في المطار، ولو ليوم واحد، نص يوم. الرئيس الزئيري موبوتو قال أوكي تمام. وصل الرئيس الزئيري إلى العاصمة الموريتانية، وهناك وهو ماشي بالموكب بتاعه في الشارع وجنبه الرئيس الموريتاني بنفس البدلة تقريبا، اكتشف حاجة الراجل الزئيري غريبة جدا، ان الشعب الموريتاني واقف على الناحيتين شايل اليوفط مكتوب عليها شكرا لسيادة الرئيس على الهدية الجميلة بتاعتك للشعب الموريتاني. استغرب جدا الرئيس الزئيري وسأل نفسه سؤال، أي هدية؟ أنا ما جبتش هدية لحد، أنا ما لحقتش أجيب هدية. الرئيس مختار ولد دادا قال له الهدية بتاعتك وصلت من حوالي 5 سنين. من 5 سنين فاكر المبلغ اللي هو 5 مليون دولار؟ احنا عملنا بيه مدرسة، ودول الخريجين بتوع المدرسة، فالشعب الموريتاني بيشكرك على الهدية الجميلة دي. الموقف ده حصل يا حضرات بالفعل من الرئيس الموريتاني مختار ولد دادا. عمرك شفت رئيس في دولة إسلامية بيعمل الموقف ده؟ عندنا في مصر الوضع مختلف. مصر البلد الفقيرة قوي فيها رئيس أو فيها حاكم لما سألوه أنت بتبني قصور في البلد الفقيرة قال لهم ببني قصور. أفكرك كده بالسيسي عشان تعرف الفرق بين رئيس شريف محترم لم يخن لم يكذب على الشعب وواحد تاني ضلالي. دي الزيارة اللي قام بيها ده موبوتو سيسي سيكو الرئيس الزئيري، وده جنبه مختار ولد دادا.
دي في الزيارة إياها في 73 لما نزل الرئيس الزئيري وادى 5 مليون دولار للسكرتير. خلينا نشوف بقى الفرق بين مختار ولدادة أبو الأمة الموريتانية وبين عبد الفتاح حسين خليل السيسي اللي بيقول ببني قصور. هو نفسه اللي قال أنا شعب فقير أمة العوز، هو نفسه اللي قال أنا ببني قصور. الراجل ده قال، مختار ولدادة قال لموبوتو سيسيكو، قال له لا أنا ما أقدرش أصرف 5 مليون دولار على ملابسي وشعبي أصلا فقير. شعبي عايز يتعلم، الشعب بتاعي عايز يتعلم، عايز يبقى كويس، إنما الملابس دي مش مشكلة، دي مظاهر. ده الفرق بين مختار ولدادة وعبد الفتاح السيسي. أفكرك بقى دلوقتي بعبد الفتاح السيسي قال إيه. فكرني كده، العب يا علي. قصور رئاسية، امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا، انا بعمل دولة جديدة. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل واعمل. طيب الفرق بين مختار ولدادة أبو الأمة الموريتانية اللي رفض شيك ب5 مليون دولار وبين عبد الفتاح السيسي، ده الفرق بين واحد محترم احترم نفسه واحترم شعبه، والفرق بين عبد الفتاح السيسي اللي احترم نفسه ولا احترم شعبه. ودي نهاية القصة. أشوفك بعد الفاصل.